طب انت شايفه ردها عليا؟ انت برضه ردك مستفز، انت برضه غلطانه في ردودك. معلش والله العظيم انتوا ما احترمتوني، لا انت ولا هي، لما انتوا عندكم طب احترمي نفسك يا ماما. انت كل شويه تقوم تدب فيها هو فين؟ خلاص انت ما تقف تمسكي فيها ولا ايه؟ طب ايه يا دنيا، في ايه يا دنيا؟ انت ما تقف تمسكي فيها ولا ايه ايه؟ يا دنيا؟ ما تقعد يا ابني كده الوقت، في ايه يا دنيا انت؟ شايفه؟ يا ريت تبقى ريحتيني. لا ابقى يجي ياخدها يتوديها لها. يا بنت ما تردش، يا بنت ما تردش. بس يا عم اطلب لابوها، اطلب لابوها، اطلب لابوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير 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 شتونا جدا. كتير. فيديو النهارده طبعا عبارة عن ايه يا حبايبي؟ طبعا فيديو النهارده ده خلاف اي فيديو احنا صورناه قبل كده. بصوا عشان خاطر ما نضيعش عليكم، هو مقلب بس. ايوه. في مين بقى؟ في حد اول مره يعتبر ان احنا نعمل فيه مقلب، كمان اول مره يعتبر ان هو يطلع معانا في فيديو، ان هو شخص رئيسي معانا في الفيديو يعني. ايوه. يا ترى هو مين؟ حذر مين الشخص ده؟ لا احنا مش هنهزر مش هنفزر، انت كده اكيد عرفتوا من عنوان الفيديو يعني. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان احنا نقلنا من محافظه دمياط لمحافظه القاهره، بقالنا حوالي 10 ايام او اكتر شويه. فامي جايه تزورنا وتقعد معانا يومين تطمن علينا، فاحنا استغلينا الموقف ده يعني. يا رب تسامحني وانتوا كمان سامحوني. فاحنا قررنا النهارده نعمل فيها مقلب. ايه هو المقلب ده؟ اتفضل يا باشا اشرح. المقلب بقى عبارة عن ايه؟ عن الباشا ابنها طبعا ان هو جابني هنا يبهدلني ويهيني استفردت بقى بمعنى اصح. أيوة. يعني ان احنا في مكان ما حدش لا من اهلي ولا من اهلها موجود معانا، فان انا بقى أيوة. بدات اعملها وحش ومش عارفه ايه واهانه والكلام ده كله. هي تشتكي لها مني بقى يعمل لي كذا وكذا 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 وكذا، واحاول ان انا اتطور على دنيا قدام امي. فهنشوف ردة فعلها ايه ان شاء الله. يعني ايامه من النوع اللي هي رجزه شويه يا جدعان. انتوا هتشوفوا الكلام دلوقتي بعينكم من النوع اللي هي يعني ايه ما بتنفعلش بسرعه، بس مش بحب ازعلها فربنا يستر يعني. طيب لو لأول مرة بتشوف متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش. طبعا اشتراكك لينا ده شرف، حاجة تشرفنا يعني. مش عايزين نطلع عليك أكتر من كده. يلا بينا ندخل على الفيديو. يلا بينا. طب أنت عارف أنت هتعمل إيه؟ إيه؟ هثبت الكاميرا. إزاي؟ هي قاعدة في الصالة. أنا هقول لك إزاي. قول صوتك بس كده. هي فين وإحنا فين؟ أنا هقول لك إزاي. طب بص، أنا ممكن أنهيها، أنادي عليها مثلا أو أديها حاجة، إيه رأيك في كذا أو إيه رأيك في كذا، وأفتح معاها الموضوع. بص الموضوع هيتم كالآتي، مش صعب سهل. أنت هتندهيها تعطلها لي بس دقيقتين عمال تثبت الكاميرا، وفي الدقيقتين اللي هي هتبقى معاك هنا فيهم أنت هتشتكي لها منك اللي احنا بنقوله ده. اوكي. فاهمة هتعملي إيه؟ اوعي تبوظي حل الدنيا. لا أنا عاوزك تشتكي لها أكنك يعني أنا عامل فيك هنا حاجات لا تعمل ولا تذكر. وبعدين هي بتصدقني اصلا يعني لا على اساس ان هي بتكذبني مثلا. يلا بتصدقني انا اكتر. انا اخش دلوقتي وانت تعمل اللي عليك على طول. اوكي خلاص يلا بينا. يا دنيا يا دنيا. نعم. انت رحت فين يا دنيا؟ انا في الاوضه. طب يا تعالي يا بنتي. طيب. ايه انت رحت فين؟ كان جوه. كنا جوه، هنروح فين يعني يا ثابت؟ نوران الله يستركم. لا ما هو بالي. ايه مالك في ايه؟ على حاجة. مالك بجد في ايه؟ لا تصلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. أختك مش في بيت ناس؟ مش فاهم. أختك مش في بيت ناس؟ متجوزة وفي بيت ناس؟ حلو الكلام. ترضى جوزها هنا؟ لا طبعا. ترضى جوزها يقل منها؟ لا طبعا. دلوقتي هي قاعدة جنبي هناك في دمياط. لو جوزها خدها وقال هروح الشلالات محدش هيحوشها منه، هي مراته. ولو عرفت ان هو خدها في بلاد الناس وهنا وقال لي منها هتعمل ايه؟ مش هابل طبعا. حلو الكلام. مش ايه؟ مش هابل. عشان هي ايه؟ اخت ايا كان يا اي واحده يعني مش شرط. خلي بالك من كلامي. ماشي. حلو. ودي بنت ناس ولا مش بنت بني ادمين؟ طب لحظه بس ثانيه واحده. طب ودي مالها دي في ايه؟ خليك معايا يا سامي عشان انا بص، انا على قد ما كنت مشتاقه لجيتي لكم على قد ما انا قفلت من جيتي من عندكم. ليه بس ايه اللي حصل؟ رد عليا. انت داخله من هنا كويسه مفيش حاجه. حلو. دي بنت ناس
ولا مش بنت ناس؟ هو حد قال حاجه بنت ناس؟ ابوها عطالك امانه وما عطينالك امانه، ابوها ما عطينالك امانه، صح؟ صح. وانت الامانه اللي صنع. يا ابن الناس، لو انت جايبها بلاد الناس تهينها وتقل منها وتحسها انا عايز اعرف بس دلوقتي ايه اللي حصل بس عشان ابقى فاهم هو في ايه يا ماما؟ هقول لك انا في ايه، خليك معايا قلب اكلمك. قلب اكلمك يا سامي. اصل انت دخلت معايا كده، انت داخله وكويسه مفيش حاجه، انا خرجت ان انت صلي على النبي. من يوم ما جت هنا لما هو قالها قولها، قال لي جت معاكم اول مره واللي جت لكم دلوقتي. هتفضفض مع مين؟ يعني بتشتكي لك، ما انت خدتها جوه عشان تشتكي؟ ما اشتكتش، هي بتفضفض وانا امك. بفضفض معاها وما كانش اول مره ان انا افضفض معاها. ثواني يا دنيا لو سمحت. يعني طب ماشي لحظه واحده يا امي بعد اذنك بس تبقى فاهم بس. انا بتكلم. اتفضلي. انا امك ما كانش هي تشكيل من اخطائك، هتشكيل مين؟ ما قلناش حاجه. هو انت ملاك؟ حاجه انت ما انتش ملاك ولا هي ملاك يا كمان. ما قلناش ان هي ملاك، بس انا عايز اعرف هي قالت لك ايه، انا عملت ايه خليتك تيجي تقولي لي كده؟ هنتها ومدت ايدك عليها وقلت منها وجبتها في بلاد الناس، حسيتها بيها الغربه، بدل ما تحتويها وتحضنها وتبقى انت امها واباها وكل عيلتها، جبتها تقل منها هنا. ده انا ندمني ان انا سبت بلدي وجيت. يعني انت فعلا خدتها جوه اشتكيت لها مني؟ ايوه انا حكيت لها انا ما غلطتش، انا قلت لحد غريب. يعني هي دلوقتي جايه تقعد معانا يومين علشان المفروض ان هي جايه بتغير جو عندنا، انت تعملي فيها كده؟ انا بفضفض معاها، مش قصدي ان انا اعمل معاها حاجه. قصدك ايه؟ هو انا بعرف اكلمها في التليفون واحكي لحد حاجه؟ انت ما بتتكلميش في التليفون؟ ماشي بس مش بعرف احكي حاجه. يعني هي مش فاهمه. لو سمحتوا انا قاعد معاكم نتكلم بهدوء، والله العظيم مش الوقت يا أمي دلوقتي نصلي على النبي. يعني انت جايه تغير عندي جو يومين، المفروض يعني انت جايه تغير عندي جو، هي درجه تشتكي لك مني جوه؟ هي فضفضت معاك. طب افرض دلوقتي هي زعلت مننا وسابتنا ومشيت. لا يعني انا مش همشي، انا مش هزعل وهمشي، بس انا بسالك سؤال، انت ترضى جوزك؟ بس خدي بالك كده غلط. لا مش غلط. انا كل ما اقول له يا خالته وترضى على اختك كده اقول انا اختي غيرك، انا اختي ما بتعملش زيك. يا غير اختك في ايه؟ ماشي ماشي، بس انا عرفت جوه ان كده غلط وهحاسبك. اتفضلي. عملت انا ايه غلط؟ خلاص ماشي، خلصنا بقى، خلاص ماشي. انت دلوقتي جايبها بدل ما تحتويها وتبقى انت كل ناسها ودنيا، ايه دلوقتي بعد اهلها وسابت الدنيا ومشت معاها. يعني هي دلوقتي لما قالت لك اخطاء ان انا عملت وهنت وضربت ومديت ايدي، ما قالتلكيش الاسباب؟ لا يعني لا انا رديت في كذا وفي كذا وفي كذا وحكيت الصراحه. يعني هي ما قالتلكيش بتعمل معايا ايه واستفزازها معايا يبقى شكله ازاي؟ لما انا ما هو بالعقل بمره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ما فيش منها راجل، ما فيش منها فايده. مش عاجبك عيشتها؟ مش حوار مش عاجبنا عيشتها، هي اللي مش عاجباها العيشه. هي مش عاجباها عيشتها؟ هي مش عاجباها، مش قادره تفهمه، يبقى من ايدها لاهلها. يا عم طارق بنتك مش قادره تفهمه، يا عم طارق بنتك مش عارفه تعيش. حاولت افهمها بدل المره 10 و100. المشكله يا بنت لما بيكون بين راجل ومراته لو دخل بينهم تالت، لو هي قد كده هتبقى قد كده. حلو الكلام. هي مش عايزه، بحس ان انا بكلم حيطه. لا مش غبيه. انت بتكلم حيطه وانا كنت تدب فيها. ثواني يا بنت، ما من افعالك يا بنت. انا بتكلم. انت ايدك سابقه عقلك وسابقه لسانك. يعني انت بتكلموا واحد مجنون مثلا؟ انت ايدك سابقه كل حاجه يا بنت ما تحترمي نفسك. انا محترمه. لو سمحت يا دنيا. طب انت شايفه ردها عليا؟ انت برضه ردك مستفز، انت برضه غلطانه في ردودك. معلش. وجايه من جوه وعامله عليا انا لوحدي. ثواني يا عم الحاج يا ابن الناس، هي مش قادره تفهمك ومش قادره تعيش معاك زي الناس، وغلطت فيها وفهمتها كتير، لها اهل يترد عليها، يترد عليهم اخطائها، يا يربوها زي الناس ويعلمها ازاي تعامل جوزها وازاي تعاشر وتعيش وتفتح بيت زي الناس، يا اما هي مش قادره زي ما دخلنا بالمعروف نخرج معروف. يا امي بحاول اخلي المشكله في يعني في محيط بيتنا، بس مش عايز انتوا شخصيا ما بحبش مثلا ان انا برضه اقلقك ولا اقلق امها ولا اقلق ابوها ولا اقول لهم في معايا مشكله ولا بنتكم عملت كذا ولا ما عملتش كذا. بحاول افهمها ان هي عايزه بيني وبينك يا بنتي. وانت لما تهينها وتضربها وتقل منها وتقل ادبك عليها تبقى انت هي كده فهمت؟ طب ما انا كنت ما انا من غلبي بقى، من غلبه ومن كتر ما هي بتستفزني. هي قالت كده انا هزت تنبذها، هتبقى قالت ادب بزياده. لا هي فعلا والله العظيم مش كويسه. وانت اللي كويس؟ لا مش كويسه والله. مش كويسه؟ لا مش كويسه. مش عارفه ارد عليك احتراما لامك بس. يعني اساسا ان انا ماليش احترام عندك ولا ايه؟ لا محترمه وجودها. ايوه يعني انا ماليش احترام عندك مثلا؟ ما قلتش كده، بس انا محترمه وجودها. طب احترمي نفسك انا بقى عشان ما ازعلكيش. لا انا محترمه كويس قوي واخدني من البيت كويس وعارفه ان انا متربيه. شايفه ردها؟ الدنيا الردود مش كده يا دنيا. احترمي نفسك. مش بالطريقه دي يا دنيا. احترمي نفسك عشان ما يقلش منك. مش اسلوب،
مش طريقه، والله طريقتكم انتوا الاثنين غلط. انت بترد وبتردك مستفزه، وانت لسانك سابقك بقله الادب. عشان هي يا امي فهميني، هي الواد صلى على النبي، عليه الصلاة والسلام. الواد مش كل حاجه لها سبب. انا عايزه اعرف لكل حاجه لها سبب، كل فعل له رد فعل. وكل فعل له رد ماشي. فعل. هي السبب اي حاجه بتحصل. انا انت السبب أنت حاجه ملاك بتحصل، حكم ان انا عامل دي عليك. والله صدقيني والله انت ملاك بريء. يا دنيا لو سمحت. يا بنت ما خديني معاك وانت تستفزنيش. ماشيه وديني القهوه. ما في 60 داهيه، ما في والله 60 بتعمل ايه؟ انت داهيه. بتعمل ايه؟ انت شايفه؟ ده مش احتراف وسطكم خالص. يا ماما في 60 داهيه، بابي فوق بدل الجمل ماشي، 10. انا هعرفك الدهيه دي عامله ازاي. هتعرفيني؟ والله لا بتستحلفي لي يعني والله مثلا؟ لا اعرفك. لا يا دنيا انت كده غلطانه. انت كده غلطانه. اتكلمي بادب عشان ما لا. ادبكيش. انت كده غلطانه يا دنيا في ردودك. لا لا لا، امال ده ما انا اعرف وسطكم بتعملوا كده، امال انتوا الاثنين بقى ومحدش من انتوا لوحدكم ايه اللي بيحصل؟ وصدقيني هتزعلي مني، واللي انت عملت لها غلط وهحاسبك عليه. حاسب اعمل اللي تعمل. يا شوفي يعني انا قاعد ومحترمك وماسك نفسه داس على نفسه، وهي بتعمل ازاي؟ دنيا خلي ردودك احسن من كده، خلي لسانك احسن من كده يا دنيا. احترمي نفسك يا ماما، انت بتجبري احترمك وبتجبري اللي يدب عليك. احترمي نفسك. هو بيجبرني احترمه وبيجبرني ان انا اقل الادب عليه اللي قلبك عليها ازاي يعني؟ زي الناس. لا ده انت كده بقى اتهبلت بقى. والله صدقني انا بس مش عاملنا غير وقفتها قدامي. والله العظيم انتوا ما احترمتوا لا انت ولا هي، اللي ما انتوا عندكم طب احترمي نفسك يا ماما، ماشي؟ طب بس. شيلي ايدك عليا كده يا معاش ناقص. طب بس لها اهل يترد عليها. طب يعني انت مرضاها كده؟ لها اهل كل يترد شويه عليها. طب يعني انت تدب مرضاك فيا. لها انت اهل. كل شويه تقوم تدب فيا هو فين؟ خلاص. انت ما تقف تمسكي فيها ولا ايه؟ طب ايه يا دنيا في ايه يا دنيا؟ انت ما تقف تمسكي فيها ولا في ايه يا ايه؟ دنيا؟ ما تقعد يا ابني كده الوقت، في ايه يا دنيا انت؟ شايفه كمان؟ المحترمه بس. اللي انت زعلان علشانها؟ لا في اهل بقى اطلب لابوها. اطلب لابوها. اطلب لابوها. لا والله عادي يا ست هاني، ماشي بس والله لا هحاسبك. ماشي. يا دنيا انت غلطان. انت كده اللي بتخرج عن الشعور، وانت بتخليه هنا كل هحاسبك على انها جايه تزورنا وتقعد معانا يومين، انت غدا تشتكي لها منه، وهحاسبك على ردك على رد ايه؟ عليه مش من فراغ، من كتر اللي بيعمله انت ما تردش خالص، ما تردش خالص. حتى لو رديت الرد يبقى محترم عنك. الخالصه مع سابك بترد من كتر عمايله. لا البنت بريئه. لا، البنت أنا احنا مش جاي يا بنت معلقين لها احنا الساقيه هنا وزي الطره مؤاخذه ولف على الساقيه، والله. بريئه. مين التربه؟ هو ده اللي انا باخده منها. فهمت الكلام؟ بضرب مثل ولازم هو صلى على النبي، اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. اتكلم كويس. يعني انت تعلميني اتكلم ازاي ولا ايه؟ على فكره انا ساكته خالص لما تخلصوا. وانا محترمك والله العظيم يا ام، غير كده قسما بالله ما هو باين ما احترامك اسكت ليها. لها. يا بنت ما ترد لو عادي. انت كنت بتحترمها فعلا ما كنتش قلت مديت ايدك عليا قدامها. انا لسه ما اديتش ايدي، انا لسه عملت حاجه. هتخلصوا انتوا ده انا الاثنين. شكلي اروحك معاها فعلا. يا ريت يبقى ريحتيني. لا بقى يجي ياخدها يتوديها يا لبره. بنت ما تردش، يا بنت ما تردش. بس يا عم. بس يا عم. صدقوا بالله انتوا ما عندكم ادب ولا احترام. قسما بالله ما عندكم ادب ولا احترام. لا انت ولا هي. هي كسرت الكوبايات. انا شكلي هكسرهم على دماغك. طب اتكلم بأدب. انت قلت الادب. انت فعلا قلت وانت ده. مش محترم. انا مش محترم يا ماما. انت قلت ادب وانت مش محترم. يعني انا مش محترم يا ماما. وانا قلت الأدب. صدقني بقى انا هضربك. ولا صدق. هقول لك على حاجة. انت واقفة مصدومة كده ليه؟ اقعدي. بص كده ليه؟ هو في ايه؟ مفيش حاجه، فرجيش على تلفزيون، احنا بنهزر. فيلم ومسرحيه، وبصراحه كده عشان اقعدي بس واستهدي بالله. اقعدي واستهدي بالله. بص هو صلى على فعلا النبي. هو فعلا مش محترم، لكن انا خلاص محترم. بقى المقلب خلص، صلى على النبي. في ايه بس يعني، صلى بالله على النبي. وحيد الله، احنا كلنا بنعمل معاه. بص فوق هناك كده، شوف الكاميرا. بص فوق هناك كده، التليفون بتاعي هناك اهو، فوق هناك اهو، ده تليفون. شايفاه. والله ما تزعلني قسما بالله، انا قبل
لحظه بس بقى، لا ده مفيش اي يا حاجه، خالته ده ده مفيش اي حاجه. انا قبل اي حاجه هو كنت كده. بقول لها ايه، احنا لازم نستعملها بحاجه خفيفه خالص كده. يعني الاهانات دي قدام الناس ليله القدر كلها قدام الناس؟ لا هو قدام الناس بس مش بحقه حقيقي. ايوه مش بحاول احنا لما بنيجي اللي نهين هو بعض إيه؟ بنهين بعض ما بيننا وما بينهم. امال لو سمعت الجيران اللي هنا بقى وبنسمع هنا وبنسمع هنا، احنا بنسمع هوي بس مع ليه نفسينا كتير؟ بقى. بس صلى على النبي، احنا اللي حصل لك ده كله واللي اتقال لك ده كله فشوش واونطه باكش، مفيش كلام من ده بتحصل. وابنك مش محترم. طب ما تقولي بس لابنك بنتك- انت قليل الادب أنا- ولا مستكبراه. اللي انت تصدقوا قلت- بالله لا، انتوا والله. الاثنين قلت الادب حاجة بجد. عليا والله، حاجة عليا والله، ما بس تزعلي. ده سبب خلاص. بس والله ما سبب تزعلي. بقى خلاص والله بقى. ما انت انا ما بحبش الاسلوب ده، انت كده هتزعلي من الناس. انا ما بحبش الطريقه دي. معلش، حاجة عليا، حاجة عليا. زعلش يا عسل. احنا بنهزر معاك والله. انت مش دايما بتكلمنا ليه ما بتنزلوش فيديوهات على طول؟ ليه مش بتستمروا؟ فين الفيديوهات بتاعتكم؟ انتم انا مالي انا الفيديوهات بتاعتكم يا خالته خلاص خلاص بقى، حقك عليا بقى. حقك علينا. بس عيب قدام الناس. زعل. والله هزار، كل اللي حصل ده هزار، مش اللي هو قدام الناس بحقه حقيقي. احنا طبعا لو في حاجه زي كده عمرنا ما هننشر غسيلنا قدام الناس. مش محترم. خلاص بقى، خلاص بقى الفيديو خلص. خلاص الفيديو حلو، المقلب حلو، بس انت صدقتي. هي شربته انت صدقتي عشان هي بتصدقني. هي شربته. يعني هي عمري ما قعدت بتصدقك. اصدقك في حاجه. يلا اشربي بقى. بس بأمانة. بالامانه بالله عليك الفيديو حلو. انت عارفين كنت صدق. همشي. لا تمشي؟ طبعا ربنا كنت احنا همشي. عارفين احنا بنعمل وربنا كنت ايه. هبقى في ديلك وهسيب له الشقه تخرب ما تعمر. طب صلى على طب النبي. احمدوا ربنا انا كنت والله كنت هطلب طارق امين دلوقتي. كنت تقول له طارق امين ده يا جماعه، عم طارق اللي هو طارق حمايه امين ابوها. الناس كلها عرفت. ابوها حمايه راجل محترم. عرفت انا اسمه. كنت هطلب طارق امين وعمك علاء وكنت هخليها دندره الليلات. ايه طارق امين وعم علاء العيله بتاعتها كلهم نسايب نسايب. انت تطلبهم تقول لهم ايه؟ ان على بنتهم قلة قلة الأدب. الادب ومش بتحترم جوزها. كنت هتحكي على بنتهم مش لا والله كنت احكي على ليله كنت من امتى انا ايه هو السؤال بسيط، قالوا يا عم طارق بنتك ما بتحترمش جوزها، لو سمحت هاخد بنتك عشان ابني ما يكسرهاش في بعضها. ايه ده وانت بتمليها؟ يا بريء. ما هو مش ابويا يجي ياخدها وانت كمان تاخديني معاك وانت مروحه. هي تاخدك معانا هي ناقصه؟ يعني لا هي تاخدك معانا انت قعدتك بتقعد فيه. خلاص والله هي توجع دماغها؟ خلاص بقى خلصنا والله، وهي اول واخر مره هتيجي مقلب تاني، واحنا بس يعني صافي يا ايه لبن. كنا عايزين اللي نشوف هيجيبكم تاني مين اللي هيجيبكم تاني. الناس اللي تقول وتحكم اذا كنت تيجي تزورنا وتطمن علينا. لا يا جماعه والله ده الجن ده ما شاء الله جايب لنا حاجات جميله تسلم. كتر خيرها جايب لنا بصراحه. حاجات حلوه قوي. قول تعالى لي لنا بقى كل جايب لنا ايه يوم. طالما جايب لنا حاجات حلوه اهو في ايه؟ تعالى لنا كل ربنا يوم يخلينا والكل ده اهو. وبكده تكون نهاية الفيديو يا جماعة، ويا رب يكون عجبكم. أهم حاجة إن هي لسه محروقه من الكامل على فكره، ده اللي تشوفوه. أهم حاجة إن هي ما تكونش زعلانة مني بس تكون راضية عني. لا أنا والله والله مش كنت زعلانة، بهزر والله معاها. عرفت انها كان مقلب وخلاص كده. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو لسه هشتغل لايك الفيديو. لو لسه ما شفتش في القناه طبعا شرفنا انضمامك لينا. وفي اخر الفيديو بنقول ايه؟ السلام في اخر عليكم. الفيديو بنقول ايه؟ يلا قولي معانا. السلام عليكم. السلام عليكم.